معلومات كتير اتعلمناها غلط، إما نتيجة اعتقادا منا بذلك وتفكيرنا، أو حد لقنا المعلومة فثبتت في مخنا على كده وبدأت المعلومة تخش مخنا غلط وإحنا كمان فاهمينها إن هي صح. موضوع النهاردة هنتكلم فيه عن أعواد الصيد بمختلف مهاماتها: جيجينج، بوبينج، ترولينج، كاستنج، جر خفيف، تسقيط أثر، تسقيط غرق، تشويح، ترقيد، كل مختلف ومجالات ومهمات أعواد الصيد. عايز تطمن إن العود كويس وهيشيل ويأدي المهمة معاك مظبوطة، فحضرتك بتبدأ تعمل له اختبار، أو بتتفرج على حد بيعمل اختبار عشان أقنعك إنك تشتري العود إن ده هيناسبك. خلينا الأول نقسم الأعواد إن هي أعواد براندات، يعني خامات غالية وعالية، زي ما بيقولوا كده القيمة مقابل السعر، أو أعواد تانية تشطيب لوكس، هي كوبيهات بتأدي نفس المهمة ولكن سعرها مرتاح شوية. نيجي لفئة تالتة وهي أعواد شعبي، قدراتها محدودة بالبلدي على قد فلوسها، ولكن خليك معايا في الفيديو ده عشان هتشوف مفاجآت وتتعلم صح. هيتبادر في ذهنك دلوقتي هتقول لي البراندات والقيمة مقابل السعر ده مش هنختبره لأن هو براند. مين اللي قالك إن هو مش هيختبر؟ البراندات ما اختبرتش، ده أهم حاجة اتعملت إن البراند اختبر، ولكن ما اختبرش من حضرتك. دي شركة ومواصفات بتحافظ على جودتها، فهي بتختبر الشيء عندها وبتقدمه بتطرحه في السوق، عشان كده لما بيستخدم بيقدم كفاءة معروفة ونتيجة حتمية، لأن هو اختبر في الشركة الاختبار بتاعه اللي هو موضوع وجزء هام من موضوع حلقة اليوم. يعني العود الغالي أو اللي احنا بنسميه براند أو بنقوله كعب عالي، ده لازم بتكون الشركة مصنعاه بخامات معينة وبتتعمل له مقاييس جودة وبيختبر في الشركة اختبار مثالي. يعني ايه اختبار مثالي؟ في اختبار غلط طبعا، وده جزء من موضوع حلقة اليوم. بيختبر العود باختبار مثالي. نتفرجوا الأول على جزء دلوقتي من اختبار شركة معينة لعود عشان نرجع نتكلم وتفهم معانا واحدة واحدة. يلا بينا، يلا بينا. بيحطوا العود في جهاز معين ويبدأ يشد في الاتجاه الصحيح لسحب السمكة للخارج لغاية ما العود يجيب آخره. لو العود جاب آخره مثلا على 10 كيلو بيحط حمولة العود 8 كيلو. ده اختبار صحيح. احمد، ده الدنيا سهله اهي، هنجيبه العود ونرفعه عليه، شال الوزن يبقى حلو وزي البراند، ما شالش الوزن واتكسر الله غالب، ما احنا اختبرناه. ما تتسرعش، كل عود له تخصص معين، له اختبار معين، وكل عود بوزن واكشن ووظيفه معينه له اختبار معين. لازم تفهم ده عشان تبدا تعمل الاختبار صح. بختبر تلميذ فياقة بدنية أو بختبر شخص فياقة بدنية هديله سؤال في مادة الدراسات؟ ما ينفعش. زي ما هو ما ينفعش، زي ما هو بالظبط مش أي عود أحط عليه وزن تقيل وأرفع، لو أدى المهمة يبقى كويس ولو اتكسر يبقى وحش. حضرتك عملت اختبار غلط، أنا السبب إني كسرت العود. نفهمه بقى ونبدأوا الحلقة مع بعضينا واحدة واحدة. يلا بينا. قبل ما تختبر العود بتاعك لازم تفهم العود ده مهمته ايه، سواء كان عود صرف او عود تسقيط او عود كاستنج او عود بتعمل بيه حاجة معينة، يعني وظيفة العود هتستخدمه في ايه. بعد كده تفهم نوعية العود، هل العود ده مرن، رقعة، جبر. يعني ايه عود رقعة؟ يعني عود طري قوي لازم تموت بيه السمكة وتشرقها وبعدين تجرها تطلع تتلقف مش تترفع، ده العود الرقعة. بنسميه عود تمويت أسماك. هل عود زي ده أحط عليه وزن وأرفع على العاصي لو كسر يبقى وحش؟ غلط،
انت عملت اختبار غلط. العود الرقعة عبقري قوي. لما اجيب عود جبر، العود ده عاصي له شغله معين زي التركيب والتشميط، وكذلك الامر ده ممكن نحمل عليه الوزن ونرفع على طول. اذا تحديدي لنوع العود من قبل ما ادي الاختبار فهمني هعمل ايه عشان ما اقعش في ورطه. طيب نجيب عود كاستنج. هل عود الكاستنج احط عليه اوزان تقيله وارفع وهو بيحدف بجرامات؟ طيب انت عارف حضرتك الوزن اللي هتحطه ده يساوي سمكه قد ايه؟ عايز اتكلم في نقطه مهمه هنا. لما بنيجي نرفع مثلا اختبار 2 كيلو او 3 كيلو او 4 كيلو او 5 كيلو، واحد يقول لك يا عم احمد السمكه اتقل. مين اللي قال لحضرتك كده؟ المعلومه دي غلط. سمكه ايه اللي اتقل؟ انت ناسي ان انت بترفع وزن مصمت في هواء؟ انت ناسي ان الميه بتشيل؟ اديك اكبر دليل، هقول لك. لو حضرتك ميزانك اتقل مني وجيت شيلتك في الهواء، هيحصل لا قدر الله حركه غلط في ظهري واجري على الدكتور ونخش في مشاكل. لو حضرتك بقى اتقل مني وفي الميه وانا بعوم، هاخدك على ظهري بالطريقه الصحيحه واطلع بيك للبر ان شاء الله. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الميه رفعتك. الوزن اللي انا برفعه في الهواء اتقل بكتير قوي من السمكه اللي في الميه. السمكه بتتعب، بتشرق، فبتضطر تهودك وتجيلك وتقرص عليك تفتح الدراج. امال انت حضرتك بتفتح دراج ليه؟ وبتسيب السمكه تصرخ ليه؟ وبتسيب السمكه تهد في حيلها ليه؟ مش عشان تاخدها على العاصي. احنا بنختبره غلط. مش كل الاعواد تحط عليها وزن وترفع وتقول العود حلو ووحش. لو الامر كذلك ليه عملنا حاجه اسمها دراج؟ ليه اول ما بنشتغل كاستنج بنفتح الدراج؟ ما كنا رفعنا وخلاص ما العود بيرفع. ممكن احمل على العود واشوف بيحمل ولا لا. هل العود انحنائه فاستنج ولا طري زي ما قلنا؟ ممكن احمل على العود ولكن ما ارفعش عليه. واحد بيسالني من يومين يا عم احمد عايز عود ارفع عليه سمكه 15 كيلو ما يجرالوش حاجه. طبعا لو في اي جروبه ما وفي اي حته ما، تمام، كان السؤال عندي في الجروب عندي يعني اللي ببيع فيه ادوات صيد، اي واحد عايز يبيع هيقول له موجود، طلبك موجود عندي. انا فكرت شويه كده وقمت باصص له وقايل له يعني مع نفسي اللي انت بتقوله غلط. ده عميل، ده زبون هيشتري مني، ولكن مش هديك معلومه غلط عشان تشتري مني. ايه عود ترفع عليه 15 كيلو؟ اشوفها في جروبات تانية واحد موجود يقول له طلبك موجود. هو ايه اللي طلبه موجود؟ من امتى السمك ال 15 كيلو بيترفع؟ امال اللي احنا بنتفرج عليه وتعلمناه في عمرنا ده وبتتفرجوا عليه ايه؟ السمكه التقيله وقت ما بتقتلها وتيجي عندك لو في مركب، يا بتتوجل يا بتتغنج، وجل وغنجو. ولو سمكه تخش في ولقاف بتتلقف. شيء بالشيء يذكر. واحد جه مره يشتري مني شهر، انا ما بعتلوش شهر بس علمته معلومه افضل من البيعه اللي انا بعتها له. انا ما بعتلوش ولكن علمته معلومه وكنت قاصد اعلمها له عشان تفضل في ذهنه مدى الحياه. مسك الشعر وقام شده قام قطعه. علي عميل لو سمحت عايز بكره شعر قويه، كل ما اديله بكره شعر يمسكها يلفها يقطعها، يلفها يقطعها. الشعر كان متراوح ما بين ال 25 لغايه ال 35. طبعا مع منظري كده اتضايقت شويه ما اخبيش عليكم. رحت ماسك فتله 60 وانا طالع رحت عامل لها عقده من غير ما يشوفني ورحت عامل له كده قاطعها. قلت له مفيش شعر مش هيقطع. انت عارف العقده اللي انا عملتها دي عملت ايه في الشعر؟ حضراتكم بتروحوا تشتروا شعر فعلموك تعمل عقده وتشد، لو الشعر اتقطع ما تشتريهوش يبقى انت مش هتشتري شعر. هو ده اللي انا بكلمك فيه. اعرف الاختبار ده ليه وبيعمل ايه وبيضر في ايه، تختبر صح. ما انتش فاهم وحافظ، النتيجه هتكون تكسير، النتيجه هتكون خساره. العقده بتضعف الشعر اكتر من 25%. يعني لو عقدت شعر 20 الشعر ده بقى كام؟ ولو عقدت شعر 30 الشعر ده بقى كام؟ فكده كده العقده الخاطئه مش العقده الصحيحه. العقده الخاطئه بتضعف الشعر اكتر كمان من تعدي ال 30%. طيب يبقى معنى كده كده ان الشعر هيقطع، ولكن وانا بقطع بشوفه بيقاوم وهو بيقطع ولا لا، انما مش هيقطع ولا لا. وصلت المعلومه؟
ركز معايا في الكلام الجاي ده بقى عشان اقسم بالله هذا موقف حقيقي حصل. جات لي دفعه من عيدان قبل كده، اختبرتها 2 3 4 5 وكان عود 3 متر و60، فكان وزن مثالي قوي نرفع من وضع الثبات في الارض على العاصي 5 كيلو. انت عارف ال 5 كيلو دول يساوي كام؟ سمكه 5 كيلو. غلط، الوزن اللي ترفعه اضربه في 3 يعني يساوي سمكه 15 كيلو. حقيقة الوزن اللي ترفعه من على الأرض اضربه في 2 وفي 3 كمان. المهم رفعت العود وعملنا العرض بتاعه وبعناه الحمد لله. بعد فترة كده واحد اتصل بيا قال لي: يا عم انت الفيديو بتاعك اللي انت رافع عليه محطوط في حتة تانية عند ناس تانية. اقسم بالله هذا حصل يعني، وفي ناس شهود على الموقف ده. فزعلت طبعا واتصلت بناس كبيرة والشخص اتصل بيا. انا بس مش عايز اوصل لحاجه ولا هقول اسم الشخص، انا بوصلك لمعلومه تانية ولكن عشان تبقى مستوعب معايا الامر. واعتذر لي وقال لي: انت السبب اللي خلاني خدت الفيديو بتاعك حطيت عليه صوتي. ايه يا عم؟ قال لي: ما هو انت رفعت على العود 5 كيلو، حطيت على العود 5 كيلو برفع راح كسر. ليه بقى؟ هقول لك ليه. رفعت غلط. هو الرفع صنعه يا عم احمد؟ طبعا الرفع صنعه، بدليل عفوا لو جبت حد يطلع لك رملة في الرابع أو الخامس أو السادس ممكن يبقى بنيانه أضعف منك. شوف هو بيشيل إزاي، يطلع لك وزن الرملة على طول. حضرتك لو أقوى منه وأصح منه وبنيانك أعلى منه وجيت تشيل الرملة دي مش هتعرف تطلع الرملة، وهتقع في مأزق وممكن لا قدر الله تصاب في الرفع. يبقى الرفع صنع. لما تيجي ترفع العود في انحنائه لازم تعرف انحناء العود ده رايح فين وجاي منين. هل العود بينحنى العكس ولا ما ينحناش؟ في عيدان بتنحنى العكس؟ طبعا في عيدان بتنحنى العكس. يتنى ناحيه الانحناء بتاعه. يعني مثلا عشان يبقى الشرح مبين، انا ما بحبش الشو والحاجات الكتير ولكن برضو ايه، مع بعضينا كده واحده واحده. ده انحناء العود في هذا الاتجاه. جميل جدا. لو انا بقى حنيت العود عكس الاتجاه بتاعه ده هل هيشيل بنفس الوزن؟ هيتكسر طالما هو مش مخصص انه يشتغل كده سبيننج، مش يشتغل كده ترولينج. انتوا عارفين انه في مكن بيركب من فوق اللي هو الكونفنشال ومكن بيركب من تحت اللي هو السبيننج. في عيدان تشتغل الاثنين مصنعه انها تتنى في اي اتجاه تشتغل صح، وفي عيدان في اتجاهها السليم بس تشتغل صح. فاذا لما رفع العود كسر، هو كسر ليه؟ عشان عكس اتجاه العود؟ لا. لما باجي انا ارفع العود بيترفع كده. خلاص؟ طيب لما بتيجي حتى تختبر العود واللبلوب ياخد العود منك يقول لك: يا عم احمد انا روحت البيت اللبلوب اتكسر. اقول له: انت اللي كسرته وهبدله لك من عندي مفيش مشاكل، ولكن انت اللي كسرته. ليه؟ يا عم احمد انت في الفيديو بتاعك ماسك العود بتاعك وعمال تعمل كده. الله، ده ما بيتكسرش يا عم احمد، ما انا عملت زيك كده اتكسر. انا ما خدعتكش، انت اللي عملت حركه غلط. لما باجي اعمل انحناء كده انحنائي بسحبه للخارج اهو. خلاص؟ طب لو انا ضغطت لجوه كده، كده انا اللي بكسر العود لاني بضغط على نقطه الانحناء ونقطه الضعف. الشخص لما جه يرفع رفع وقام موقف العود، الوزن كبس عليه العود اتكسر. هو ده نفس العود اللي انا رفعت عليه. نقطة تانية عايز اتكلم فيها ومهمة جدا وهي من اسس اللي خلاني اعمل الفيديو ده. هي ايه؟ زي ما علمتك اختبارك صح يطلع النتيجة صح. زي ما قلت لك تلميذ بختبره لياقة بدنية ما اديلوش سؤال في الكيمياء او في العلوم، بختبره في اللياقة البدنية بتاعته. معنى كذلك لو انا مثلا هنبيع عود زي ده. خلاص؟ طيب العود ده مخصص مثلا يحدف برصاصة اخرها 60 جرام، يبقى انا اختبره برصاصة 100 جرام. انت غلط. طب العود ده يحدف رصاصة 60. طب هنا في علاقة بين ان عود بيحدف برصاصة 60 يبقى ضعيف شوية، وعود بيحدف برصاصة مثلا 100 200 يبقى قوي. يعني العود ده بيحدف 100 200 والعود ده بيحدف 30 60، ده قوي وده ضعيف. تشويح العود برصاص ملهوش علاقة بقوة العود وضعفه. تشويح العود برصاص ملهوش علاقة بقوة العود وضعفه، بدليل ان عيدان الكاستنج بتحدف من 10 جرام ل 15 جرام او من 10 جرام ل 25 جرام وكذلك الامر
اغلى بكتير قوي من العيدان بتاعت السيرف. ممكن تلاقي عود كاستنج 10 30 عامل 2000 جنيه، وعود سيرف عامل 300 جنيه او 400 جنيه. وال 200 ده عود عاصي، ما ينفعش ابدا اختبره بكيلو، لان هو حادف برصاصه واصله للربع كيلو. وزن العود ايه وبحمل عليه ايه تفرق كتير قوي. لما اجيب عود 150 جرام ارفع عليه كيلو ونص، فهو رافع 10 اضعاف. لما اجيب عود عاصي بيحدف ب 100 ب 200 وارفع عليه 2 كيلو، ما يبقاش عملت انجاز ولا حاجه. انما لما اجيب عود وزنه 150 جرام واحط عليه 5 كيلو، هنا بقى هل الشركة صرحت بكده ولا ما صرحتش؟ هيبقى خطأ منك. لذلك البراندات هي مختبرة، والعيدان اللي بنرفع عليها عشان نبين لك ان العود ده مش براند ومش غالي قوي، ولكن هيأدي معاك الوظيفة باختبار صح. تيجي الهوجة هنا بقى ان انا عود زي ده عشان اوري لك واعمل شو ان هو قوي، اقوم حاطط العود فرده وواقف فوقيه. طب لو هو ده اختبار صحيح بدون زعل ومحد يزعل، ينفع افرد عود كاست ب 3 4000 جنيه بيرمي يا عم ب 20 50 واقف فوقيه؟ بلاش انا اقف فوقيه، اوقف طفل صغير فوقيه هيتكسر وهتدفع ثمنه عشان انت غلطان، والناس كلها هتقول انت غلطان. اختبار العود اختباره صح بكل بساطه. لو انا جبت بنز زي ده وعود زي ده وعايز ابين لك انه قوي، وحطيت العود كده وقفلت عليه، كده كده العود ده لو ب 10000 جنيه مكسور، والعود ده لو ب 100 جنيه مكسور. انا اللي بختبر غلط. افهم الاختبار الصح. طبعا الموضوع كبير والموضوع فيه حيثيات كبيره، ولكن اديتك اسس عشان تبدا تفهم معايا، وفي سلسله الفيديوهات الجايه ان شاء الله في المتابعه هتبدا تفهم يعني ايه عود اختبره واختبره ازاي. اتمنى ان محدش يزعل من كلامي ده، واتمنى ان اكون فدتكم ولو بمعلومه صغيره من الفيديو ده. والى اللقاء في فيديو تاني ان شاء الله. شرفتونا. احمد شرغوش، بياع الطريق.